السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى هاد الفيديو ان شاء الله يطلع لكم باحسن الاحوال راحة البال بحال العاده ان شاء الله يا ربي. غنبدا الفيديو ديالي بالصلاه على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما كتلاحظوا في الفيديو ان شاء الله نقدم معكم مريقه باللحم ديال البقري والبرقوق. مريقه كتجي معلكه وبنينه بزاف البنات. وصفاتي كنقدمهم غير للمبتدئات، عارفين تبارك الله عيالات المغرب كلهم حادقات. المهم المريقه كتجي غزاله وبنينه. بقاو معايا باش نشوفوا الطريقه ديالي انا. المهم هنايا في الكوكوط غادي ندير واحد تقريبا 4 كاس ديال الزيت البلديه. انا غنطيب المرقه ديالي بالزيت البلديه، وغادي نزيد عليها واحد البصله تكون متوسطه مشلضه، وغادي نخلي البصله ديالي تشحر، وغادي نزيد اللحم. هنايا عندي المهم الكميه ديال اللحم كتبقى على حساب عدد الافراد. عندي هنايا 1 كيلو ونص ديال اللحم ديال البقري. غادي نزيد هنايا واحد 3 ديال الدروس ديال الثومه اللي حكيتهم. ودابا غادي ندير العطريه. هنا درت واحد نص معلقه ديال الملحه، ودائما الملحه كتبقى على حساب الذوق. انا ما كنكثرش الملحه، راكم عارفين دابا الاعراض ديال الملحه، يعني الله يستر لا طونسيون وبزاف ديال الاعراض. هنا زدت واحد المعلقه ديال نص معلقه ديال السكينجبير، ونص معلقه ديال البزار، ونص معلقه ديال القزبور حبوب مطحون بطبيعه الحال، ضمه ديال الزعفران كتعطي واحد البنه غزاله المرقه ديالنا، وهنايا نص معلقه ديال الخرقوم. صافي غادي نخلط مزيان هادشي حتى كنلبس ديك العطريه للحم. صافي وكنخلي يعني الطوجين ديالي حتى كيتقلى. ضروري اللحم خصكم تخليوه يتقلى باش ديك البصله كتطلق واحد البنه زوينه في المرقه. صافي من بعد ما تقلات ليا اللحم ديالي تقلى، غادي نزيد هنايا الماء. المهم الكميه ديال الماء حتى كتزيدوا حتى كتغطيو اللحم. صافي كما كتلاحظوا في الفيديو. صافي غادي نزيد عليها الكوكوط. هنايا في حق اللحم دغيا طاب، يعني استغرق لي غير واحد نص ساعه ديال المكانه. صافي دابا ندوزو نطيب نحضر معكم البرقوق. هنا من بعد ما غسلته مزيان وخليته بعدا فزكته وغسلته مزيان حتى كنحيد منه داك الوسخ. صافي غادي نديرو في الماء. هنا ما درت حتى حاجه، ما درت لا سكر لا والو في البدايه، يعني درت سلقته غير في الماء حتى بديت كنحس به بدا كيطيب. صافي وحيت له هاد الماء هذا، ودرت الماء في المقراش يعني حتى طاب، وعاد زدت صفيته من داك الماء الاول ودرتو عاوتاني في الكاسرونه. زدت عليه داك الماء طيب. انا عاد غندير ليه القوام ديالو. درت هنايا واحد راس معلقه ديال القرفه، ودرت واحد 4 المعالق ديال السكر. ودائما الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. صافي غادي نخليه يطيب في السكر وفي القرفه. وغادي نزيد واحد معلقه ديال الزبده. هنا استعملت الزبده د لابريري، كتعطيها كتعطي للبرقوق يعني واحد الهشاشه، تيكون رطب، تيكون بحال الزبده. صافي من بعد ما طاب ليا البرقوق ديالي، ها هو تيجي على هذا الشكل هذا، كيجي معلك واش هو منه يا البنات، كيجي بحال الزبده. هانتوما كتشوفوا طايب على حقه وطريقه معسل. هانتوما خليته حتى برد، راني نوريكم وحده كيفاش دايره. تبارك الله ما شاء الله، جايه بحال الزبده ومعسله. صافي المريقه ديالي طابت، نتوما كتشوفوا اللحم تبارك الله طاب، المريقه معلكه، والريحه ما نعاود لكمش البنات. صافي دابا غادي نجيب الطبسيل فاش غادي نقدم المرقه ديالي.
غادي نستف اللحم هو الاول بطبيعه الحال، راه كلشي عارف هاد القضيه هادي. كما كنقول لكم دائما في الوصفات ديالي كنقدم يعني غير المبتدئات، البنات ديال الله يعني يلاه دخلوا للكوزينه وكيتعلموا. صافي كنستف اللحم ديالي المهم كلشي كيعرف الطريقه هادي. هانتوما ما شاء الله المرقه كيفاش طالعه، جات معلكه والريحه ما نعاود لكمش البنات، والله القسم ما شهيتكم. دابا غادي ندير البرقوق، غادي نزين الطويجين ديالي بالبرقوق. وغادي نزين الطويجين ديالي باللوز اللي سلقته في الماء طايب وفرشخته، قليته في الزيت بارده حتى كياخذ هذا اللون الذهبي. صافي غادي نزين به الطويجين ديالي، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين ديالي. المهم الا وصلتوا حتى لهنا ما تبخلوش عليا بلي لايك، وبالنسبه للناس اول مره كيشاهدوا القناه ديالي ضغطوا على الاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل الجديد. ناري البنات غادي نبرزكم بهذا الصوت ديال الطاوس، والله القسم عرفتي حتى حنايا راه شتي في هذا المومون دائما مسكين كيغوت وحق الله ما كيخلينيش حتى نمونطي، غير نجي نمونطي بدا يغوت. والله العظيم الا مطلع عليا واحد الطونسيون ما نعاود لكمش، يخليها الله وصافي. المهم حتى نتوما خذوا حقكم من الغوات ديال الطاوس. المهم اش غنقول لكم، حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصافي. ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم الا عجبتكم لا فيديو ديالي بارطاجيوه مع العائله والاحباب اللي تعم فائده خاصه المبتدئات. ايوا ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي وصفه جديده، مع السلامه.